السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وده فيديو جديد من سلسلة الحيكي والميكي والترابنتيكي. فالفيديو ده الحمد لله المفروض ان هو كان اتصور قبل كده واترفع ومسحته، ولكن انا حبيت اعمله تاني وبطريقة مختلفة. وده مش بيرفكشنزم خالص، يعني لا بعد الشر، انا الكلام ده مش عندنا. بس في كام نقطة كده انا كاتبهم في النوت هنا، هبص عليهم يعني. فنبدأ كده بأول حاجة. الموضوع ده، الفيديو النهارده عن ماذا بعد التشتت. يعني خلاص ان انا انهيت التشتت. ده تساؤلات على فكره، يعني الفيديو ده تساؤلات مش اجابه. لما اعرف الاجابه هاجي اقولها ان شاء الله في فيديو مختلف. يعني لكن الفيديو ده تساؤلات. ماذا بعد التشتت. اتكلمت في الفيديو بتاع التشتت عن المرحله اللي عديت بيها من ديزاينر للبرمجه لبدايتي في البنتستنج والتشتت بين المجالين وهكذا يعني. فالفيديو ده بقى ماذا بعد. الحمد لله رب العالمين انتهيت من التشتت. مبقتش بقدم على شغل برمجة، يعني تحديدا باك اند ديفلوبر. ما بقتش بودي في الحتة دي خالص واذاكر بقى كباك اند. ركزت ان انا اكتر بقيت بن تيستر، يعني كبن تيستر ان انا اركز فيها وادوس فيها واجو اون واشوف ايه اللي ممكن اعمله عشان اشتغل بيه بعد كده كبنتريشن تيستر يعني. بس واكيد الباك اند هيديني افضليه فيما بعد ان شاء الله. ولكن بقى خلاص بقى احنا ركزنا بقى. فده كان ليه عواقب. إيه العواقب؟ ان أنا دلوقتي لما خلاص ما بقاش فيه برمجه، ما بقاش فيه تقديم على الباك اند، ما بقاش فيه شغل. يعني هل انت يعني كنت شغال قبل كده في الباك اند؟ لا بصراحه، وخدت تدريب كان لذيذ بصراحه. ولكن ما كنتش شغال يعني، بس كنت بدور. يعني لو كنت بسعى، انا عارف ان انا بسعى في حته اللي هو ايه، عندي مهاره او كده وبدور بيها في شغل. الحمد لله ما حصلش نصيب، وان انا ايه نهيت التشتت واستخرت خلاص وكل حاجه، وركزت ان انا ايه اكمل في البن تيستنج وكده. فاجيب بقى الموضوع بتاع الشغل، يعني انا حلو بقى اصرف منين بقى اشتغل منين الحوارات دي. وقبلها كنت قلت في الفيديو برضو بتاع التشتت ان انا كان عندي مشكله ان انا قاعد بعيد في سنه ثالثه في الكليه 3 مرات، ودي كانت الرابعه على التوالي. ودي كانت رابع مره ادخل فيها سنه ثالثه. وكنت قلت برضو ان اسباب نفسيه وهكذا. وما كنتش عارف احلها ازاي بصراحه. ما كنت اصلا عارف انها سبب التشتت، يعني في الاول خالص ما كنتش عارف ان انا مش عارف انجح في الكليه بسبب التشتت. ايه اللي كان بيحصل؟ كنت اجي قبل الامتحانات، انا عايز اشتغل في المجال. طب اذاكر ولا اروح الامتحانات؟ طب فلوس الامتحانات والشغل عايز ايه؟ خبره ولفت لفات بقى كده، واسيب الموضوع اخش في كذا موضوع، اتشتت في كذا موضوع، واسيب الاصل اللي هو بتاع الدراسه والامتحانات. فالحمد لله رب العالمين ربنا وفقني. يوم 15/5 بالظبط كان في حد كلمني يعني. بكمل الامتنان والشكر للشخص اللي ساعدني بجد الموضوع ده. قال لي بص، سيبك من كل ده وركز في هدف واحد بس، هو ان احنا ننهي الدراسه. الحمد لله رب العالمين حصل ونجحت في سنه ثالثه وعديت على خير. وركزت وربنا كرمني اخر كرم ان انا عديت في ثالثه دي. الحمد لله بقيت في الرابعه. فده كان من نتائج انهاء التشتت والتركيز على هدف واحد. فعظيم. فدي كانت اول نقطه اللي هو التشتت بالنسبه لي اللي طلعت بفايدته. طيب إيه العيب بقى؟ يعني العيب، ما كل حاجه بقى يعني ليها ضريبه يعني. فانا دلوقتي بعد ما انهيت التشتت خلاص، ومفيش بقى تشتت ولا اي حاجه من الكلام ده، ومركز على الهدف بتاعي ان عايز ابقى بنتريشن تيستر، عايز بقى اشتغل بقى يعني. طب حلو، ايه بقى اللي هيخليني اصرف على الشغل؟ إيه، اصرف على المذاكره بتاعت البنت تيستر وكده، او المذاكره بتاعت السكيورتي بشكل عام يعني. حتى لو في حد اي مكان مجاله، لو بتذاكر مثلا في الفيلد بتاعت التك عامه، انت محتاج تشتغل عشان تصرف على نفسك وانت خلال رحله التعلم. وده في نقطه دعم المادي من الاهل والحاجات دي في الاخر نتكلم فيها. وكان دلوقتي بتكلم ايه عن حالتي الخاصه دلوقتي. عايز بقى اشتغل. تيجي تدور، هتشتغل بقى تاني تدور في الباك اند؟ ما ينفعش. احنا انهينا تشتت، يعني هشتغل باك اند. يعني معنى كده ان انا محتاج اذاكر شويه حاجات بروبلم سولفنج، واشتغل بقى اكتب برومبتس كويسه بالاي اي، واتعامل مع عقليه الباك اند ديفلوبر، واذاكر
التكنولوجيز المختلفه واذاكر داتابيزز وهكذا يعني وشويه حاجات بقى، انت فاهم انت ماشي في دنيا تانية بتاعت الباك اند عشان ابدا ادور على شغل. فده التشتت تاني، هرجع لنقطه الصفر. ف... فخلاص لازم قفلنا الباب، يعني قفلنا الباب. نيجي للديزاين. انا قلت في الديزاين كنت ايه بتنقل من كذا مجال لمجال لمجال او تخصص يعني قصدي في الديزاين وكده. فده برضو ما خلاش عندي افضليه بيكون في بروفايل قوي. فعشان اشتغل في الديزاين محتاج ابني بروفايل قوي اشتغل بيه في الديزاين. اللي هو ايه يا دنيا اروح فين دلوقتي؟ فبرضو عشان ابني بروفايل قوي محتاج وقت مثلا كام شهر عشان ابني بروفايل مش قوي، حتى بروفايل عادي مثلا شهرين او حاجه على الاقل. طب الفتره اللي هبني فيها بروفايل دي برضو محتاج ادور فيها على شغل، يعني انت فاهم انا فين. فاللي هو هيكون سبت السكيورتي خالص بقى، ولا يمس لا يعني مش هيمس له باي صله اصلا. يعني حتى الباك اند يعني كان فيه عذر، يعني انك انت عندك ايه ده قريب من السكيورتي وفيها يعني حتى ولو هي كده يعني. ده مفيش خالص. فاضطريت بقى ان انا خلاص عايز ابدا ادور على شغل من غير يعني ايه من غير خبره بس وفلوس كويسه. طبعا ده ما بيحصلش. دي خد النقطه التانيه بتاعت ايه، الشغل عايز خبره والخبره برضه عايزه شغل. يعني دي معضله في كل حاجه، يعني سواء في البرمجه. طب بس دي ليها مبررها، يعني ليها مبرر. يعني مثلا في البرمجه عايز حد خبره ماشي يا عم ليك مبرر مثلا. انما انت عايز خبره ايه؟ ان حد ينزل يشتغل مثلا بياع في محل او حاجه، ايه خبره؟ او مثلا حد يشتغل ويتر او كاشير. يعني الموضوع 3 ايام بالظبط هيتعلم كل حاجه. والاغرب بقى لك ابعت سي في. هبعت لك سي في ايه؟ يعني اشتغلت كاشير كنت بعمل ايه؟ عايز افهم بقى بيعمل ايه. فدي كانت النقطه الثانيه. النقطه الثانيه اللي هي ايه، الشغل عايز خبره والخبره عايزه شغل. وشغل عشان اصرف على نفسي في الفتره اللي انا بذاكر فيها. فدي ضرايب انهاء التشتت. اللي هو انت خلاص محتاج بقى ايه، هتركز في مجال يجيب لك فلوس على المدى البعيد، على اللونج تيرم يعني لو بعدين. فانت محتاج حاجه تتوفر من حالتك الماديه حالا. انا بقى لما كنت متشتت كنت عادي، كنت بعرف اتصرف من مصلحه من هنا على سبوبه من هنا على سبوبه من هنا. فالدنيا كانت ماشيه. لكن دلوقتي انا مش عارف اعمل كده. انا خلاص عقلي اتزن ومركز وعايز افت في حته بقى. وخلاص مش قادر ارجع بقى للعبط اللي أنا كنت بعمله ده. فقلت مش مشكله، انا هنزل شغل العبيد اللي هو ب 3000 جنيه برضه. عايز خبره، انا مش فاهم اعمل ايه. اللي خبره منين؟ يعني مثلا اقول له ايه، اشتغلت من 2014 ل 2019 في كذا. 2019 حرفيا ده حقيقه يعني 19 ل 20 في كذا. ومن 20 كام 23 في كذا. ومن 23 ل 24 في كذا. ومن 24 ل 26 كنت بقى اتعلم برمجه وكده وبقى اخدت انترن فيها. ففي خبره دي حضرتك بقى. لا مش دي مش عاجباني. وفوق كده يعني لو بفرض ان انت قبلتك يعني انك تشتغل عبد عندي 10 ساعات دي 3000 جنيه. وكده انت قد الدنيا. فدي برضو من الضريبه اللي انا شكلي بدفعها يعني. حقيقي مش عارف اتصرف ازاي في الموقف ده. فلو حد عنده اقتراحات لشغل يعني كويس مرتب كويس يقول. انا حقيقي مش قادر الاقي حاجه كويسه بصراحه. ده بينقلنا للنقطه الثالثه صح؟ الثالثه نقطه الدعم. الدعم بيقسم حاجتين، دعم نفسي ودعم مادي. مثلا لما اقول لهم ان انا قررت اشتغل في البرمجه او في السكيورتي او في الديزاين او اي حاجه اونلاين. انت هتجيب فلوس من الراوتر؟ انت عايز تجيب فلوس من الراوتر؟ انت بتهزر يا ابني. انت غريب جدا. يعني انت عايز تجيب فلوس من الراوتر؟ ما شاء الله. امم وعلى كده بقى تاخد كام بقى وتتعلم؟ امم انزل شوف لك صنعه، شوف لك اي حاجه، شوف لك شغلانه. طب ما دي شغلانه يعني الاخ ده اجيب منه شغلانه عادي يعني. بس لا احنا مش مقتنعين. مش مهم انت. فاللي هو مش بيعرف يعاند بقى ويبقى كالح قوي ده ويعاند مره واتنين وعشرة وعشرين والف عشان يوصل لحاجه بيحبها. فحرفيا انت ممكن تدمره. طب ليه يعني؟ انت ممكن يعني بدل ما تحطمه نفسيا كده شايف انت مثلا الشغل بره
اللي هو بتاع العبيد ده مفيد ليه، هات له يا عم شغلانه يا عم تكفيه زي ما في البرمجه. يعني مثلا هات له مثلا شغلانه بتدي له 15000 جنيه في الشهر مثلا في البدايه، بدايه خالص بتكلم، بدايه خالص يا عم. يا عم بقول لك يا تحت بير السلم يا عم، اديله 8000 جنيه بس وخليه معزز مكرم كده. تعرف؟ لا. هات له شغلانه ب 4000 جنيه. هتعرف؟ لا برضه. طب ليه بتدمره نفسيا ليه؟ ان هو مش هيوصل ومش هيلاقي ومش طب ما ليه ما ندعموش ونحاول نقف معاه ونسنده ونشوف بيعمل ايه نعرف حتى هو بيعمل ايه، مجاز ان حاجه غلط بس شوف بيعمل ايه، اتكلم معاه. لو في حد بيشوف الفيديو ده وعنده ابن او بنت بيذاكروا في اي تراك اي حاجه يدعموا نفسيا بس. اما بالنسبه برضو للدعم المادي، فلو ابنك او بنتك او بنتك او ابنك يعني السياق العام بدأ مثلا بيتعلم برمجة، مثلا بيتعلم سيكيورتي، بيتعلم في الماركتينج، بيتعلم في اي حاجة، هو هيستثمر في نفسه في الكورسات والحاجات دي. لو تقدر تدعمه ماديا ادعمه، لو تقدر تدعمه ماديا يعني انه يخليه بس محافظ على استمراريته، باذن الله ربنا يكرمه. والنجاح مش فلوس حالا، هي فلوس هتيجي بعدين. هو بيستثمر في نفسه بجد، ادعمه ماديا. انا مش فاهم بجد ايه المشكله في الدعم المادي، يعني مش عيب اصلا، مش عيب ان ان الاهل يكونوا بيصرفوا على ابنهم ماديا او كده. يعني احنا بس مستكبرين ازاي بقى احنا بنشتغل واحنا صغيرين؟ ما أنا كنت بشتغل من 2014 2013 كمان قبلها، وقبلها برضو يعني كنت حاجات صغيره كده يعني ايه، السنين اللي قبليها من قبل 2014 حاجات صغيره كده في الاجازات وبتاع، فعادي. لكن انا برضو بقدر الحته دي. احنا احيانا كده بيجي اللي هو إيه، خلاص انت خلصت 20 سنه، خلاص بقى انت كده خدت الختم، اتفضل بقى شوف حياتك. هو هيشوف حياته منين؟ بيحتاج زقه، بيحتاج دفعه لقدام، بيحتاج يحس ان هو واقف على رجله على ارض صلبه، محتاج ان يكون في اهل في ظهره بيدعموه ماديا ونفسيا، غير نفسيا طبعا، نفسيا ده جزء اساسي. دعم مادي حتى لو بسيط، حاسس ان الفيديو هينزل من هنا هتطرد من البيت من هنا. فده واجب عليك يعني كمسؤول، سواء اب او ام، واجب عليك برضو انك انت تدعم عيالك نفسيا. نفسيا رقم واحد، رقم اتنين ماديا. يعني نفسيا والله العظيم بتغني بجد عن اي حاجه، مش عن فلوس طبعا يعني، لكن برضو جزء الدعم المادي ده بيفرق. فمش عيب انك تدعم يعني والله. بس اتمنى ابويا ما يشوفش الفيديو ده عشان اكمل باقي كام سنه ان شاء الله اللي قاعدهم في البيت يعني لحد ما اخلص على خير ان شاء الله. وفي الاخر بقى حابب اختم بحاجه يعني، انك انت تحافظ على الصلاه بتاعتك. انا اكتر واحد مقصر في الدنيا، وده مش جهر بالسوء يعني او كده، ولكن انا بقول برضه عشان إيه ما حدش يفكرني ان انا شيخ يعني او حاجه، بس انا بقصر وبحاول اكون احسن. فعايز كلنا نكون احسن يعني، انا بحاول اكون احسن، فعايزك تكون احسن وتكوني احسن انت كمان، كلنا نبقى احسن يعني. بس وبقول حاجات فرقت معايا ان انا لما بقرا قران او بسمع قران، الاذكار. بس مؤخرا بقى ان شاء الله يعني وليس اخيرا، مش عارفش هي ايه بالظبط، بس عامه عايز اقول حكمه ان ان شاء الله الفيديوهات الجايه هنكمل المحتوى في البوت كامب يعني ان شاء الله اللي احنا قلنا عليه ده. باذن الله هنظبط الاداء يعني، هنظبط الدنيا ونعمل حاجه كويسه قد الدنيا. وبقى نعمل دخان بقى على التيك توك والانستجرام وكده عشان عايزين ريتش بقى بصراحه، او يبقى عندنا فولورز وكده والناس تشوفنا، وعايزين فلوس بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس كده، والفيديو يكون خلص النهارده. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.